والله في خفايا في أي برنامج الناس ما تعرفها. يعني الناس تفكر إنه مشترك دائما يكون مرتاح، مشترك دائما مبسوط، المشترك دائما بيضحك هذا الشيء غير صحيح. طبعا في خفايا البرنامج كتير. أول حاجة طبعا ما كنت أعلم بالشيء هذا، يعني قدمت زي أي مشترك على عماية، فتعدت المراحل وصار اللي بيمثل السعودية والخليج فارس المدني، فمسؤولية كبيرة علي. لما دخلنا على مرحلة المباشر طبعا جابوا لنا أوراق عقود احتكار 10 سنين، إجباري توقعها علشان تكمل في المباشر، لأنه هم في نظرهم إنه إحنا ما حنشهرك ونوصل صورتك للناس كلها ونعرف مين فارس مدني للعالم، وفي النهاية تجي شركة تاخدك بارد مبرد. طبعا من بنود العقد شرط جزائي 5 مليون دولار لو تخلفت عن أي حاجة، 60% لهم من كل شيء. على الأول ألبوم يمكن يعطوك 15,000 درهم أو 10,000 درهم فقط لا غير. طبعا الناس كلها تفكر إنه الفنان بيكون بيلعب بالملايين وسيارات وبيوت ما هم عارفين إنه الشركة بتعطيه 15,000 درهم. يعني أنا لما بطلع في السعودية هنا في حفلة باخذ 35,000 ريال، 60% كل حاجة لهم. 5 مليون دولار هذه إيش هي؟ لا قدر الله لو صار لك حالة وفاة إجباري تحضر الحفلة حقتك، سواء أبوك مات أمك ماتت لازم تحضر الحفلة، أو إنك تدفع 5 مليون دولار. أنا فسخت عقدي من بلاتينيوم، بس فسخته ليش؟ بعد ما خلصت وخرجت رحت للأستاذ عصام كمال، السلام عليكم. السلام. قلت له أنا إيش وضعي الآن معكم؟ أنا موقع عقد معكم، فإيش وضعي الآن؟ قال لي والله يا فارس شوف، إحنا هنخليك معنا، إن جبت فلوس تكمل معنا، ما جبت فلوس نديك عقدك. قلت له لا أنا في غنى عنكم. قام قال لي، قلت له طب وموضوع الألبومات من ضمن العقد إنهم ينتجوا لك ألبوم سنويا ويصوروا لك يا فيديو كليب يا 2. فقلت له طب إيش موضوع الإنتاج؟ قال لي والله الشركة ما عندها فلوس. بالنص هذا شركة زي بلاتينيوم وناسا الناس كلها بتتفرجها، يقول لي ما عندنا فلوس. قال لي أنتج الألبوم وهاته إحنا نسوق لك، القنوات موجودة والإذاعات موجودة. يعني معقولة أنا أنتج الألبوم على حسابي الخاص وأعطيهم هم يسوقوه وياخدوا 60%؟ طبعا الأغاني أحيانا تكون إجباري تغني أغاني معينة، اللبس ما تختار أي حاجة، هم راح يختاروا. ما حتكون مرتاح زي ما أنت مفكر، إنه زي ما بتشوف في التلفزيون طول الأسبوع أنت شغال، ما في راحة. طول الأسبوع أنت بتصور إعلانات. فرضت علي أول أغنية اللي هي غالية الأثمان، وآخر أغنية اللي هي المصرية حقت الفنان محمد عبد الوهاب، واللي عمل لك يا قلبي. والله ما أعرف، بس إجباري خلوا يعني 3-4 مشتركين كانوا يجبروا على أغاني معينة. من ضمن العقد إنه ممنوع إنك تتكلم عن البرنامج في مجالس العامة وفي مجالس الخاصة. فسخت العقد، لي حرية الرأي، يعني ما حد شيء عندي. والله شوف، يعني اللجنة أحيانا، يعني أفضل شيء في البرنامج اللجنة اللي هي الأساس اللي الناس بتشوفه. أحيانا بيكونوا ما بيدروا عن الأشياء اللي بتصير خلف الكواليس. كان معنا مشترك اسمه وائل من لبنان، وائل سعيد، طلع غنى أغنية واللجنة قالت له اختيارك غير صحيح. فقال لهم إنه أنا ما اخترت الأغنية، أنا جبرت أغني الأغنية هذه. رجع باك ستيج، انتهت الحلقة. تاني يوم هو مشي. زمان في برنامج سوبر ستار، ستار أكاديمي، البرامج هذه اللي فاتت علينا، المشتركين حقونهم اللي كانوا بيغنوا هم فين اليوم؟ مش موجودين، لأنهم 3-4 يمكن الكل موقعين عقد احتكار. فيا انهم يا ينتجوا لهم ويطلعوهم على الساحه، يا انهم يخلوهم. سألوا جاء الجمهور لو كان عندك موهبه
لا تستنى أحد يجي لين عند بيتك ويقول لك تعال أنا حخليك فنان أو حنمي موهبتك. طبعا لازم تجري ورا موهبتك وتتعب، لأني أنا ما وصلت كده، تعبت وسافرت ورحت وجيت، ورغم إني كنت مسوي عملية في رجلي ومركب أسياخ، فكنت يعني أمنية حياتي أوصل للشيء هذا، وتعبت عشان وصلت له. فاللي يكون عنده أي موهبة لا يستنى إنه أحد يجي يقول له تعال أنا حأفعل لك، لازم يجري ورا موهبته لأجل يوصل. يمكن أنا ما كسبت من البرنامج إلا الشهرة، بس هذا الشيء يعني أنا مقتنع فيه. والله ام بي سي وخاصة برنامج أرب ايدول مو أي أحد يختار، ما يختار أي أحد، ما يختار أي أحد، وصعب الوصول لهم. فأنا ما كنت أعلم بالأمور هذه، كانت أمور خفية، بس هي قناة يعني جدا قوية، قناة العالم كله بيشوفها، وبتعطي الشهرة يعني بتعطي الإنسان حقه كشهرة.